ازيكم يا شبابنا؟ عاملين ايه وايه اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وبسلام دايما يا رب ان شاء الله. اهلا بيكم في قناة اينشتاين في العلوم يا شباب وبنات تانية اعدادي. هنبتدي النهاردة تركاية في خمساية عن الروافع من النوع الثالث. بس طالما وصلك الفيديو بقى ارزع اللايك المتين حالا بالا فعلا، فعل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ويلا بينا نخش في موضوع الروافع من النوع الثالث. احنا قلنا ان روافع من النوع الاول الاف بتبقى في النص، وروافع من النوع الثاني ال بتبقى في النص، ورافع من النوع الثالث الاي بتبقى في النص. يعني انا بمسك الرافعه اهي، وعندي هنا اي في النص والال هنا والاف هنا او العكس. المهم انا ببص فين؟ في النص. الاي في النص يبقى دي رافعه من النوع الثالث. خلصت؟ الرافعه من النوع الاول كانت ممكن توفر جهد وممكن ما توفرش جهد. رافع من النوع الثاني دائما توفر الجهد. رافع من النوع الثالث دائما لا توفر الجهد. تعال نشوف ازاي، يلا بينا. تعال نشوف، احنا نقعد نحرك في الاي. يعني ايه الاي؟ مره في النص اهي، في النص بالظبط، وادي الاف وادي ال. وبعد كده الاي هجيبها الناحيه دي، وادي الاف اهي، وادي ال اهي، والاي هجيبها الناحيه دي اهي، ومره ال اهي، ومره اف اهي. تعال نشوف القصه ماشيه ازاي. دايما الفائده الاليه ذراع القوه على ذراع المقاومه. فين ذراع القوه؟ اهو. فين ذراع المقاومه؟ من ال للايه؟ للاف. لو مثلا قلت ان دي 5، وقلت مثلا ان من ال للاف دي كلها 10، فانا هروح اعمل ايه بقى؟ هقسم ذراع القوه اللي هي من ال للاف اللي هي 5 على ذراع المقاومه 10، تطلع بكام؟ تطلع بنص. طب تعال نشوف حاجه تانية. لو انا قلت لك ان من ال للاف مثلا مسافه اهي كام؟ 10 سنتي، ومن الاي للاف مسافه كام؟ 2. فانت هتقسم ذراع القوه على ذراع المقاومه. دائما ذراع القوه على ذراع المقاومه. 2 على 10 تطلع بكام؟ على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الخمسه، تطلع بخمس. ايه ده؟ اقل من الواحد يبقى لا توفر الجهد، ودي برضو اقل من الواحد لا توفر الجهد. طب تعالى نشوف ذراع القوه على ذراع المقاومه. فين ذراع القوه؟ اهو يا مستر. من اي لاف مثلا نقول انها 10، ومن ال للاي، من ال اسف للاف، ذراع المقاومه من ال للاف، ذراع القوه من الاي للاف، دي كلها كام؟ مثلا قول 12. حلو كده. فانت هتقسم ذراع القوه اللي هي من اي لاف 10، ذراع المقاومه 12، على الاثنين فيها الخمسه، على الاثنين فيها السته، 5 على السته هتلاقيها بتطلع رقم اقل من الواحد، يبقى برضو لا توفر الجهد. دائما روافع النوع الثالث لا توفر الجهد. اقول لك حاجه، اي حاجه بتوفر الجهد ليه؟ لان ذراع القوه بتاعتها كبيره، يبقى القوه قليله، يبقى ديت هتوفر الجهد. طب اي حاجه ما بتوفرش الجهد، ما بتوفرش الجهد ليه؟ لان ذراع القوه بتاعتها صغيره، يبقى هستخدم قوه كبيره، يبقى مش هوفر الجهد. دي جابت سؤال علل ليه دي بتوفر جهد ودي مش بتوفر جهد. طب علل اي حاجه رافعه من النوع الاول، لان نقطه الارتكاز تقع ما بين القوه والمقاومه. طب علل ليه الرافعه، ليه الحاجه الفلانيه دي رافعه من النوع الثاني؟ لان المقاومه تقع بين القوه ونقطه الارتكاز. طب ليه رافع النوع الثالث دي؟ ليه دي رافعه من النوع الثالث؟ مثلا اي حاجه ليه دي رافعه من النوع الثالث؟ يقول لك كذا رافعه من النوع الثالث. علل. لان القوه تقع ما بين المقاومه ونقطه الارتكاز. وصلت الحدوته دي؟ برضو اسئله علل. ماشي. طب مستر انا عايز من غير ارقام برضو اعرف افهمها زي المرات اللي فاتت. ماشي. هجي لك كده مثلا واحط الاي هنا، وادي الاف، وادي ال. انا دلوقتي ادي ذراع القوه اهي من اي لاف، وادي ذراع المقاومه اهي. مين اكبر، ذراع القوه ولا ذراع المقاومه؟ ذراع القوه تعتبر صغيره، يبقى قليل ذراع ايه؟ قوه. اقصد قليل يعني اقل من ذراع المقاومه. يبقى القوه اللي انا استخدمها قوه كبيره يا مستر. طالما استخدم قوه كبيره يبقى مفيش توفير جهد، يبقى لا توفر جهد. بس كده.
ومهما حطيت الاي هنا حطيتها هنا حطيتها هنا هتبقى نفس القصه، هتبقى ذراع القوه قليله القوه كبيره لا توفر الجهد. حلو الكلام ده. انا كده خلصت انواع الروافع بالتعليلات بتاعتها بالفائده الاليه. شكرا لكم جدا يا شبابنا على حسن الاستماع، نتمنى تدعمونا باللايك. ايوه يا سيدي ارزع اللايك كلمتين حالا بالا فعلا، فعل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وسي يو ليتر يا شبابنا and goodbye.